بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا تدبر الجزء الخامس من كتاب الله عز وجل. وكما أشرنا في الحلقة السابقة، سنبدأ في هذه الحلقة من أول سورة النساء، وإن كان أول سورة النساء يتبع للجزء الرابع، ولكن آثرنا أن نؤخر الكلام إلى هذه الحلقة عن سورة النساء من أولها ليكون الموضوع مترابطا. تبتدئ السورة بقوله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فسورة النساء يمكن أن نربطها مع موضوع التقوى من أولها، وهو الموضوع الذي تكلمت عنه سورة البقرة في جانب من جوانبه. وهناك تشابه بين السورتين في تناول جانب التقوى، وهو ارتباط التقوى بالعبادات والعمل الصالح كما ظهر في سورة البقرة. والجزء الثاني من التقوى هو ترابطه بالالتزام بالأحكام الشرعية التي ستأتي في سورة النساء. ومن المواضيع العامة أيضا في سورة النساء الكلام عن اليهود والكلام عن المنافقين، وهما أمران أيضا تم ذكرهما في سورة البقرة، وجاء في سورة النساء تفصيل آخر لهذين الموضوعين. وذكر القتال أيضا، وهو أيضا من مواضيع سورة البقرة. ابتدأت سورة النساء بذكر أمر الأموال، والمال المتعلق بالأسرة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي المهر عند الزواج. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ثم قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفيه هو الإنسان الذي ليس له خبرة في التعامل مع المال، فقد يضيعه بسبب أنه لم يعارك تجارب الحياة. ثم تنتقل الآيات أيضا مع ذكر الأموال إلى مبدأ مهم من أحكام الأموال في الأسرة، وهو المواريث، ليأتي معنا حزمة من أحكام الأموال والمواريث. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ثم قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى آخر آيات المواريث. ثم تنتقل بنا السورة إلى موضوع آخر هو مهم. هذا الموضوع سميت السورة بسورة النساء من أجله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. فذكر موضوع الفاحشة والتحذير منه، ثم فتح الباب أمام من وقع في الفاحشة من الرجال والنساء، لتبين لنا هذه الحزمة من الأحكام الأمور المرتبطة في علاقة الرجل بالمرأة. ثم تأتي إلى ذكر شيء من أحوال أهل الجاهلية في التعامل مع النساء. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقد كان أهل الجاهلية يرث الولد زوجة أبيه، فإما أن يتزوجها لنفسه وإما أن يزوجها لمن شاء، فتصير كالأمة عنده. لتنتقل الآيات بعد ذلك إلى ذكر المحرمات في الزواج من النساء وذكر المباح من ذلك، لتأتي خاتمة الكلام عن موضوع الزواج والعلاقة بين الرجل والمرأة بقوله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ثم يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ومن المواضيع أيضا المرتبطة بالأسرة موضوع المال مرة أخرى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكأن ترتيب أحكام الميراث المرتبط بالمال جاء مرة أخرى ليؤكد كمبدأ عام أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل مال غيره بغير إذنه. ثم تأتي آيات أخرى لتبين بعض الخلل الذي قد يحصل في العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، وهي الخلاف والنشوز والشقاق وأمر القوامة، وأن الله جعل القوامة للرجل على المرأة مقابل ما ينفق من المال. فالأسرة والمال مرة أخرى مترابطان في هذه السورة. إذا كانت العلاقة مشتركة في الحياة بين الزوجين، فهناك علاقات أخرى مشتركة
في حياة الناس، كعلاقة الوالد بأولاده والأولاد بأبيهم، وعلاقة الجيران، وعلاقة الإنسان بمن حوله من الخدم ومن العبيد في تلك الأيام في زمان العبيد. فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ثم قال في بيان لما يخل بالعلاقة بين الناس وبما يخل في علاقة الناس في مجتمعهم: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون. فالبخل والفخر والاختيال هو من أعظم الأسباب التي تنخر في جسد المجتمع. ومن أعظم ما يحفظ استقرار الحياة الأسرية واستقرار حياة الناس الصلاة وعبادة الله عز وجل. وذكر هنا طرفا من أحكام الصلاة. كان في السابق بعض الناس يصلون في حالة السكر، فجاءت هذه الآيات لتنهى عن ذلك، وهذا قبل تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى آخر الآيات التي فيها ذكر التيمم لمن لم يجد الماء في حالة السفر أو في حالة المرض. ثم تعود بنا الآيات مرة أخرى كما كان الحال مع سورة البقرة وآل عمران إلى ذكر أحوال أهل الكتاب وإلى تحذيرهم من أن يقعوا في الكفر. فقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فذكر القرآن في هذه الآيات شيئا من صفات أهل الكتاب، وأنهم يحرفون الكتاب، وأنهم يزكون ويمدحون أنفسهم. ثم ذكر عاقبة شركهم وكفرهم بالله فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ليربطهم في نهاية المطاف بأبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا لاحظناه في سورة البقرة كما لاحظناه في سورة آل عمران، ربط الناس بأبيهم الذي ينتسبون إليه، ليكون ذلك دافعا أكثر لهم أن يلتزموا بتعليماته. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وآل إبراهيم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه من الناس من ذريته. ثم تتخلل بين هذه الأحكام آية فيها الأمر بالأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم تعود الآيات مرة أخرى إلى ذكر حال من أحوال أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولكنهم يتحاكمون إلى الطاغوت، يتحاكمون إلى غير شريعة الله عز وجل، فهم يشبهون الكفار في هذه الناحية. ومن ناحية أخرى يشبهون المنافقين الذين إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ومن الربط أيضا بين صفات المنافقين وصفات اليهود، وهذا نراه جليا في هذه السورة، أنهم يكرهون القتال في سبيل الله. فقال الله تعالى للمؤمنين: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وقال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني فالتزموا. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. لتنتقل الآيات بعد ذلك إلى ذكر أحوال المنافقين. فهل نقاتل المنافقين وهم يعيشون معنا ويظهرون الإيمان، أو ندعهم يفعلون ويكيدون بما يشاءون ضد هذه الأمة؟ فقال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم ذكر خصالهم وأحوالهم. فمن وقف مع المنافقين بجانب أعداء الأمة وأعانه بالكلمة أو بالسلاح أو بالكيد فهذا يجب على الأمة أن تقاتله. ومن استمر في نفاقه دون أن يعين أعداء الأمة فهؤلاء قال فيهم: فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وعلى ذكر القتال وقتال المنافقين الذين يظهرون الإسلام
قد يقتل أحد المسلمين خطأ، فقال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، إلى آخر هذه الآيات. ثم قال بعد ذلك أيضا في إشارة واضحة أخرى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، في حادثة قتل أحد الصحابة لرجل ألقى السلام وادعى الإسلام فقتله الصحابي، فجاءت الآية لتعاتب هذا الفعل. ثم تستمر الآيات بعد ذلك في ذكر شيء من أحكام القتال وفضل المجاهدين في سبيل الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، إلى آخر هذه الآيات، مع ذكر فضل الهجرة وفضل المجاهدين في سبيل الله عز وجل. ثم تعود بنا الآيات مرة أخرى إلى ذكر قصة حصلت مع المنافقين: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، في قصة مشهورة ذكرها المفسرون في أسباب نزول هذه الآيات، وهي المنافق الذي سرق ثم اتهم رجلا يهوديا، فجاءت الآيات لتبرئ اليهودي وتبين بأن السارق هو المنافق الذي هو محسوب على المسلمين، في صورة من صور العدل وأداء الأمانة إلى أهلها. ثم تأتي مجموعة أخرى من الآيات مع ذكر أحكام مرتبطة بالنساء: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. ثم قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، في ذكر مجموعة من الآيات التي ترتبط بأحكام النساء. ثم تنتقل الآيات مرة أخرى في توسع مع ذكر صفات المنافقين الذين لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بكتابه ولم يؤمنوا بالكتب السابقة، وأنهم يتمالؤون مع أهل الكفر، وأنهم في أحوالهم مذبذبين بين ذلك، يعني هم ينتقلون من مناصرة المسلمين في الظاهر إلى مناصرة الكافرين بعد ذلك في الخفاء، فليس لهم مبدأ. جاءت الآيات لتحذرنا منهم ومن أفعالهم ومن مكرهم وكيدهم في السر. ومع ذلك تفتح الآيات الباب واسعا أمام المنافقين وأمام الكافرين للتوبة، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ثم قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، ثم قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وبذلك نختتم الكلام عن هذا الجزء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتدبرون كتابه الكريم، والحمد لله رب العالمين.